صلاة من الرحمن ما المسك أطيب على خير خلق الله طه المقرب. صلاة من الرحمن ما المسك أطيب على خير خلق الله طه المقرب. وفي ليلة كان الحبيب وحبه ومزغ طرفه وهو في قربه. وفي ليلة كان الحبيب وحبه ومزغ طرفه وهو في قربه. بأعلى سماء أمسى يكلم ربه وجبريل نائم والحبيب مقرب. صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هكا حبينا مشاهدينا الكرام نبدأ حلقتنا من بودكاست تأمل بالإنشاد والمديح والصلاة على النبي الأفضل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ساعات نشوفوا في التلفز مشاهدينا الكرام برشا منشدين رجال، لكن غارمون راو امرأة تنشد. اليوم حبينا نستضيف بحذانا قصة نجاح في الإنشاد، الصوت الشجي اللي كنت تسمعوا فيه هذا الرحاب الزويري. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحب، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على حسن هذه الاستضافة. شكرا. مرحبا بك. إذن رحاب منشدة وأستاذة طفولة، وما شاء الله عندك صوت شجي ومناشطة برشا. هكا لو معلومة أنا ما ذكرتهاش، هكا عرفنا بروحك واذكرها في التعريف متاعك. طيب، رحاب الزويري، أستاذة طفولة متخرجة من معهد العالي إدارة الطفولة بكرتاج درمش. متخرجة جديدة زايدة، عمري 24 سنة، زايدة حكواتية مبتدئة ومنشدة. ما شاء الله. شكرا. إذن رحاب، انت صوتك ما شاء الله مزيان ومزادك جمال اكثر، هو البشاشه نتاعك والحجاب نتاعك. فرحاب اختارت انها تعمل انشاد الديني لانها تحس انه هذاك طريقها، هكا موالم الحجاب نتاعها وغيره. نحبوا نعرفوا كيفاش بدات مسيره رحاب مع الحجاب. طيب، تحجبت في سن صغير، في عمر 14 سنه. سبحان الله، كنت من لما عطاك الفكره نتاع الحجاب في 14؟ لانه توا متاكده اللي يشاهدوا فينا يقول لك 14 سنه هي صغير مميز، يعني في نهايه الامر مازال طفله. صح، هو سبحان الله انا الطفله الوحيده في الدار، يعني في اخوات 3 اخوه. فكنت من لما صغيره عرفتك نلعب بالحجاب ونلبس وكل، وكانت الوالده ربي يبارك لها بالحق، يعني هي قدوتي فعلا. سبحان الله، من صغري نلقاها يعني ديما أجالسها يعني في مجلس الذكر، حتى في المدح يعني من عندها هي. فبشوية بشوية جا نهار سيء، قلت الحمد لله يعني لبست الحجاب. هذا هو. باهي، رحاب لبست الحجاب ومفتخرة بحجابها برشا الحمد لله. ومن هي صغيرة اللي نعرفوا عليك انك هكا دندن وقاعدة تنشد من انت صغيرة. باهي، رحاب مشيت للكوليج وللليسي، لقات هكا صعوبات اعترضتها وهي بالحجاب؟ لقات شكوك حواليها بالحجاب؟ طبعا في الوقت هذاك، حتى نقولوا توا اكيد مش نقول لك مازلت صغيره، كيفاش ما تمتعتش بشبابك وكذا وهذا، معناتها من هذا القبيل يعني كلام هكا. لكن الحمد لله على قوه الانسان لما يكون بالحق يعني قوي الايمان في قلبه، الحمد لله يتجاوز. يعني. اذا كيفاش كان ردك عليهم؟ حقيقه تجاوزت.
التجاهل يعني. هذا هو تمام. هذا هو. به بعد رحاب هكا بدأت تكبر شويه في الانشاد ما شاء الله، وكما كنت نحكي من الاول انه تقريبا المجال الانشادي في تونس يهيمن عليه يعني الذكر والرجل، يعني عاده هكا نلقاو كان الرجال في التلفز ما نلقاوش نساء تنشد، فحسيت هكا فما مشكله، فما تنمر، فما ناس تقول لك اش تعمل هذه مثلا في التلفزه، ولا اش تعمل في المجمعات ولا غيره. اي للان صح. اذا كان هبط فيديو ولا حاجه فهم رافضين رفضا يعني محجبه وتنشد. اي وحقيقه انا يعني كما قلت لك نتجاوز، نحاول اني نتجاوز وفقط الحمد لله عندي مشايخي وكل ونستشيرهم وكل، وهذا هو ممتاز. اذا انت حاول دائما تركز على المدائح وعلى الذكر وعلى اي حاجه تقربنا من ربي سبحانه ثم من الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كيفاش كان الاختيار هذا من الاول؟ هل كان فما برشا اختيارات قدامك، مثلا غناء عادي، انشاد عادي، على الام، على الاب، على الوطن وكل، لكن بعديك رحاب مشيت واختصت كان في الانشاد وفي المديح؟ مساله الانشاد هو كنت من لما صغيره، من اللي كان عمري 6 سنوات. كانت امي ما شاء الله تحضر مجالس ذكر ما شاء الله، فكنت سميعه، كنت ديما يعني وجالس هذه المجالس وكل. لكن في نفس الوقت كنت في مشاركه في المنتخب الوطني للموسيقى ولايه بن عروس، ومن لما صغيره كنت في الكورال ونشط يعني في دي كلوب. كنا في اجواء الموشحات العربيه، اجواء الملوف التونسي هذا هو، طربيات الام كلثوم، اغاني دينيه، رضا والنور، قلبي يعشق كل جميل. يعني الاجواء هذه. لكن بعدين سبحان الله من اخر حفله كانت لي في 2019 سيء معناتها مش جو رحاب هذاك الجمله. هذا هو مش الجو اللي يواتي الحجاب بتاتر. لا انا نقول هي مساله قلبيه اكثر. داكوغ. كيفاش كان الاحساس القلبي؟ الحقيقه نحب نتوشي هنا طبعا. سبحان الله كما قلت انت مش هذا طريقك، لا يعني هكا رحاب مش هذا طريقك، لا مع انه قلت لك كنت باراليل معناتها في الانشاد وفي نفس الوقت ننشط في الموسيقى، لكن لا القناعه مشيت نحو الانشاد. هذا هو. يلا نسمع حاجه من المديح. طيب ان شاء الله. طاب لي خلع عذاري في هوى البدر تمام، طاب لي خلع عذاري في هوى البدر تمام، بافتقاري وانكساري أرتجي نيل المرام، بافتقاري وانكساري أرتجي نيل المرام، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك رحاب، الحقيقة سعداء جدا انك بحذينا اليوم، شاركت معنا في بودكاست تأمل. نخلي لك كلمة الختام. طبعا تختار كلمة الختام، تجب تكون كلام ومعها حاجة أخرى. طيب شكرا على هذه الاستضافة، إن شاء الله تكون بداية خير إن شاء الله، ورمضان مبارك إن شاء الله للجميع، وصيام متقبل إن شاء الله. وهذا هو. شكرا للجميع، شكرا للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله تكون بداية خير إن شاء الله. شكرا لك رحاب على قبولك الدعوة. الحقيقة أنا سعيدة جدا مرة أخرى باستضافتك، وطبعا ما حبيناش هكا تخرج من بحذنا كما العادة يدك فارغة، وكما كل ضيوفنا باش نعطيوك كادو بسيط جدا من شركة زمردة، وإن شاء الله يا ربي تعجبك. وأكيد شركة زمردة دائما تدعم الحجاب.
عايشك. شكرا لك. خيرا. مرحبا. وربي يبارك لكم ان شاء الله، وشكرا جزيلا مرحبا لكم. بك. انا زاده مشاهدينا الكرام ما نجمش نتعدى الا ما نشكر شركه زمرد على اللبسه المزيانه اللي عجبتني برشا اليوم، على اللون الجميل. ان شاء الله دائما ايامنا مشرقه، ان شاء الله دائما ايامنا فيها فرحه وبهجه وسرور. نقول لكم مشاهدينا الكرام استنونا في بودكاست جديد. اجمل تحت في طرابلسي، في امان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. برافو، يعطيك الصحة، ما شاء الله، صدق الله العظيم.